وقد ذكر العلماء أن العمل الصالح يحتاج إلى 3 أنواع من الصبر بعده. الصبر حين أداء العمل هذا معروف، لكن يحتاج بعده إلى 3 أنواع من الصبر. الأول أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطله كالمن والأذى بالصدقة، فإن المن والأذى يبطل الصدقة ولو بعد حين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وربما الذي يتصدق مخلصا النية لله، ثم بعد حين وربما بعد مدة طويلة يمتن على ذلك الفقير أو يؤذيه بكلمات جارحة أو مؤذية، فيبطل أجر الصدقة تماما، مع أن هذا إنما طرأ بعد العمل، لكنه مبطل لأجره وثوابه. ثانيا أن يصبر نفسه عن تعاظم ذلك العمل والعجب به، فإن العجب بالعمل وتعاظمه مما يؤثر على قبوله، ولهذا من علامة قبول العمل أن المسلم يستقله ولا يستكثره، ومن علامة رده أن الإنسان يعجب به ويتعاظم به. ثالثا أن يصبر نفسه عن نقل العمل الصالح من ديوان السر إلى ديوان العلانية، هو يحتاج إلى هذه الأنواع ال3 من الصبر بعد العمل الصالح: أن يصبر نفسه عن الاتيان بما يبطله، وأن يصبر نفسه عن العجب به والتعاظم، وأن يصبر نفسه عن نقله من ديوان السر إلى ديوان العلانية. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: ليس الشأن في الاتيان بالطاعة، إنما الشأن في حفظها عما يبطلها أو ينقص من أجرها. وهذا فقه دقيق، ليس الشأن في الاتيان بالطاعة، وإنما الشأن في حفظها عما يبطلها أو ينقص من أجرها. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه الدقائق، فإنها مؤثرة على قبول العمل. نعم.